واحد الشيخ مصري تعصب بسبب القرار ديال محمد السادس وقال انه لا يجوز الغاء ديال شعيرة عيد الاضحى. الشناقة والكسابة معصبين بسبب القرار الملكي ديال الغاء شعيرة عيد الاضحى، لدرجة انه كاينين شي وحدين فيهم بغاو كاع ينتحروا. وباسو صور الجزء الثاني من السلسلة اللي كانت مثيرة للجدل العام الفايت ديال السلكالة. تساقطات مهمة عرفتها بلادنا الحمد لله هاد السيمانة، ومع التساقطات الثلجية للأسف الناس ديال الحوت كتزاد المعاناة ديالهم. ومع الدخول ديال رمضان اخوتي المغاربة كيتشكاو من الارتفاع ديال الأسعار، خاصة اخوتي المغاربة الارتفاع ديال الأسعار ديال الحوايج اللي مهمة بحال الخضر. المغاربة بعد ما اكتشفوا قوالب والنصب ديال الشناقة تلقوا واحد الحملة ديال مقاطعة كبيرة في السوشيال ميديا. حدث في تاريخ الإسلام كله أن حاكما قال للناس ممنوع الأضاحي. كيف يقال ممنوع الأضاحي؟ خوتي المغاربة السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة أشطاري في المغرب. أنا محمد بن خالي وهذه قناة بن خالي. كنتمنى أنكم تدعمونا وتفعلوا مع هذا الفيديو وتابونوا في القناة تشجعونا باش نستمروا. أولا غادي نتكلموا على الشيخ المصري اللي تعصب بسبب القرار ديال جلالة الملك اللي هو القرار ديال إلغاء شعيرة عيد الأضحى. أولا أخوتي المغاربة، فأنا كنرد على هذا الشيخ هذا وكنقول ليه الشيخ عدوي، أنا كنقول ليه أنه أنت الشيخ العدوي خصك شوية دير واحد البحث على الظروف اللي عايش فيهم المغرب وعلى هاد الظروف الحالية ديال المغرب، لأنه الشيخ خصك تعرف أنه 40% يعني النص ديال الماشية ديال المغرب مشات، يعني 40% مشات. ويعني هاد الناس اش غيذبحوا المغاربه؟ ما عندناش الماشيه، ما عندناش. خسرنا الملايين باش نجيبوهم من استراليا بسبب هاد الحكومه الفاشله، خسرنا الملايين وما درنا والو. وهاد الحكومه خسرات في هاد المشروع، يعني خسرنا الملايين باش نجيبو باش نستوردوا الماشيه من استراليا وما جابوا لينا والو. ما عرفناش صراحه فين مشاو هاد الملايين. يعني كنقول لهذا الشيخ يمشي شويه، وكاع الناس اللي قالوا لا راه ما يمكنش، لا راه حرام، لا راه، وكاع الناس اللي تعصبوا بسبب القرار كنقول لهم فخصكم تبحثوا شويه، ماشي غير الهضره، ما بقاتش غير في الهضره، خصكم تبحثوا شويه وتقلبوا شويه. راه ظروف قاسيه كيعيشها المغرب حاليا، ظروف قاسيه، وانا كنتحمل المسؤوليه ديال هذا الشيء لهذه الحكومه. نعم، من هاد المسؤولين وهاد الحكومة هي ما تتحمل المسؤولية ديال هاد الشيء اللي عايش فيه المغرب. وانا كنحترم هاد الشيخ وكنقول ليه خصك تبحث وتقلب في هاد الموضوع، عاد خصك تدوي، لانه اي موضوع نتكلموا فيه فخصنا اولا نبحثوا عليه. انا صراحة فرحني هاد القرار ديال جلالة الملك، فرحني صراحة، لانه نقدر الله انه كانت هاد الشعيرة وكان العيد، قدر الله كان العيد، غادي نشوفوا واحد السيبة غتكون في البلاد. لانه كيفاش انت غادي تعيد وجارك ما غاديش يعيد؟ انت لا عندك الفلوس وغتشري الحولي بمليون، راه جارك مسكين ما قادش يشري هاد الحولي، لانه يعني غادي نشوفوا واحد الفوضى في البلاد. يعني غادي نشوفوا 80% ديال المغاربه مساكن ما غاديش يعيدوا. الحمد لله هذا القرار ديال جلالة الملك قرار حاكم وقرار عقلاني باش تكون واحد الديمقراطيه وكاع الناس ما غاديش يعيدوا. يعني غادي تحقق واحد العداله بين كاع المغاربه. هذاك اللي كيقول انا ما عندي باش نعقد يمشي يخدم على راسو، تيتسنى الدوله تعطيك الدعم، انت اش بغات تعطيك الدوله؟ تسير تخدم على راسك. وحتى الشنقه والكسابه ديالنا اخوتي المغاربه ما عجبهمش الحال وتعصبوا بسبب القرار ديال جلاله الملك، لدرجه انه كاينين شي وحدين منهم بغاو كاع ينتحروا. وانا شخصيا ما بقاوش فيا، لانهم كانوا كيوجدوا لنا واحد القالب. كيفاش الحولي بمليون؟ الحولي بمليون اخوتي المغاربه، كانوا غيبيعوا الحولي بمليون، مليون 140,000 150,000، الحولي ب 10,000 درهم. كانوا تنتي غتشري خويا المغربي الحولي ب 10,000 درهم. لهذا انا ما بقاوش فيا، ماشي كلشي ولكن اغلبيه ديال هاد الشناقه
عبارة عن تجار الأزمات. الكساب اخوتي المغاربه نقدروا نقدروهم لانه مسكين يطلع عليه الحولي غالي، ها الماكله غاليه، ها كلشي، ها التبن غالي، ها الماكله غاليه، يعني الكساب نقدروا نقدروه. ولكن الشناق اللي كيشري الحولي ب80,000 ريال وغادي يبيعوا لك انت ب160,000 ريال ومليون، يعني بغى يدي النص بالنص. يعني كاين فرق كبير بين الكساب والشناق. الكساب نقدر نقدروه لانه مسكين كيطلع عليه الحولي غالي وراه عارفين هاد الازمه وهاد الجفاف اللي كاين في البلاد ديالنا. ولكن الشناق انا ما كنحملش الشناقه، لانهم الشناقه وماشي كلشي، اغلبيه هم عباره عن تجار الازمات. والدوله خصها تحارب هاد الشناقه، لانهم هما السبب في هاد الغلاء الاسعار اللي كاين في بلادنا، ماشي غير في الحولي، في كاع الحوايج، لا في المواد الغذائيه، لا في الخضار، لا في الفواكه، لا في كل شيء. هاد الشناقه هما السبب ديال هاد الغلاء. انا صراحه اخوتي المغاربه كنتصدم اللي كنلقى ان المغرب هي الاولى في التصدير ديال مطيشه والخضر لاوروبا. المغرب هي الاولى في التصدير ديال الخضر والمطيشه. تخيلوا معايا ان المطيشه ديال المغرب وصلت لليابان، الجابون اللي هي في اسيا، المطيشه ديالنا وصلت للجابون. وحنا المغربي مسكين كيشري مطيشه ب10 دراهم، واليوم مطيشه كدير 10 دراهم في السوق المغربي وكيشريها الشعب المغربي ب10 دراهم. الله حلل ايها المغربي، حلل هادشي. الجابون كيتستمتع بمطيشه ديالك وانت ما لقيتيش هاد المطيشه. وحنا كنعرفوا ان المطيشه هي واحد الماده مهمه في رمضان، والمغاربه مساكن راه كيستعملوا، والشعب المغربي راه كيستعمل بزاف مطيشه. وحتى في الخضر الضروريه بحال البطاطا والبصله كلشي ولا غالي. سي اخنوش ملي كيسولوه علاش هاد الغلا كيقول لك الجفاف التدخل. نقلبوا على شي كتبه اخرى، اما هادشي راه فينه، هادشي راه غير كذوب. شحال الدجاج؟ 20 درهم. 20 درهم؟ صافي شي طوير. لا 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 لا، اخليه عندك. شحال البيض؟ 2 دراهم. 2 دراهم؟ صافي شي بلاطو. لا لا لا، اخليه عندك. شحال اللحم؟ 100 درهم. 100 درهم، خليها عندك. وانتوما اي حاجه جاتكم غاليه خليها عندك. انا شفت مؤخرا واحد الحمله في السوشيال ميديا وعجبتني، اللي هي الحمله ديال المقاطع. قاطع اي حاجه ماشي مهمه ما تشريهاش. هادشي اللي كيخرج علينا حنا الشعب المغربي، كيشري ها الكركاع، ها اللوز، قال لك غندير سليلو، غندير الزميطه، ها البريوات، ها الشباكيه. قاطع، دير المقاطعه، شري غير الحوايج المهمه، شري غير الخضره واللحم، حوايج المهمه، شري غير الحوايج المهمه. باش انت كتلقى هادشي اللي خرج علينا، كتلقى شي حاجه غاليه وكتشريها، كتلقى الزحام كلشي بغا يشري. اي واحد راه الا شاف الطلب راه غيزيد في الثمن، لانه كل ما كان الطلب بزاف غيكون الثمن طالع. لهذا فخصنا نطيحوا هاد الطلب، خصنا نديروا مقاطعه باش ديالهم يبيعوا هاد الشيء رخيص، باش يبغي غير يبيع هاك يشري. يعني الحل هي المقاطعه. والحمد لله اخوتي المغاربه، تساقطات مهمه عرفتها بلادنا في نهايه هذا الاسبوع. يعني تساقطات الثلجيه عرفتها منطقه الاطلس، وتساقطات مطريه ورعديه عرفتها المناطق ديال الجنوب بحال سوس، يعني سوس وصويره وكازا ومراكش وكاع هاد المناطق عرفوا تساقطات مطريه مهمه جدا. وحتى الشمال الناظور والحسيمه والريف حتى هما عرفوا تساقطات مهمه جدا. والاطلس عرف التساقطات الثلجيه خاصه المناطق ديال الحوز
وبولمان وإفران. يعني عرف أنا يعني هذه المنطقة عرفت تساقطات ثلجية مهمة والحمد لله. وكنتمنى من الله عز وجل انه تستمر التساقطات في هذا الاسبوع، يعني غادي تفيد الفلاحه الوطنيه، غادي يكون شويه ديال الربيع ان شاء الله، وغادي تشجع شويه الفلاحه. واللهم اسقنا ولا تجعلنا من القانطين. ومعها التساقطات الثلجيه الاخوه اللي عرفها الاطلس، منطقه الحوز لا زالت تعاني، سكان الحوز مساكن لا زالوا يعانون. يعني شي حوايج كتقطع في القلب ملي كتشوف الناس مساكن عايشين في مازال عايشين في الخيام في هاد البرد هذا، والثلج كطيح عليهم، الثلج كطيح عليهم. هذا راه كان كيتكرفس وهو في الدار ديالو وهو تحت السقف، كانوا كيتكرفسوا هاد الناس وعندهم السقف وعندهم ديور صحيحه، فما بالك انه انسان يعيش في البلاستيك ويطيح عليه الثلج؟ واش ماشي فضيحه هذه؟ قبل واحد السيده الله يرحم لا كوزين ديال لانيز ديال مون كوزان، اييه السلكلة هي واحد السلسلة اللي كانت مثيرة للجدل في رمضان اللي فات، وهاد السلسلة اللي كان باسو نتكلم فيها على مجموعة من المواضيع بحال الرشوة وبحال الأزمة وبحال غلاء الأسعار. صراحة أخوتي المغاربة أنا كنت من المعجبين ديال سلسلة السلكلة، أنه صراحة سي باسو واحد الانسان مثقف، واحد الانسان اللي واعي. هاد السلسله اخوتي المغاربه فيها بزاف ديال الكوميديا السوداء، يعني فيها بزاف ديال بحال هذيك المعنى ديال الفهم يفهم، بزاف ديال المعاني، يعني كيضرب المعاني بطريقه غير مباشره وكيقول شي افكار بطريقه غير مباشره. وهذا العام سي باسو غيحط الجزء الثاني في السلسله ديال السلكله. الناس انتقدوا هاد السلسله وقالوا انه لا راسي باسو كيسترزق من القضايا ديال الشعب، لا راسي باسو كيستغل الشعب وكيستغل العلاقه بالمصالح ديالو الشخصيه. وانا صراحه الراي ديالي كنقول لا، خصنا نهضروا، خصنا نتكلموا، خصنا بحال هاد المواضيع وبحال هاد البرامج في التلفاز ديالنا بركه من التفاهه وبركه من السيتكومات ديال والو، بركه بحال هاد البرامج اللي كتناقش الافكار، اللي كتناقش القضايا الاجتماعيه السياسيه، السيتكومات حامضين والمسلسلات ديال اللي فيها غير الافكار النسويه والعلاقات غير الشرعيه. لا، خصنا السيتكومات وبرامج بحال هادو بحال السلكله. يعني صراحه كنت نتمنى اننا نشوفوا برامج بحال السلكله في التلفازه. خصنا نتصالحوا مع الواقع ديالنا ونصوروا الواقع ديالنا، فهمتوني؟ نديروا برامج، نديروا سلسلات كنتكلموا على الواقع ديالنا، ماشي انت كتكلم ليا كدير ليا سيتكوم كتكلم فيه على الحياه اولا مسلسل كتكلم فيه على الحياه ديال البرجوازيه، كتكلم على الحياه ديال الناس ديال كيليس. لا، خصك دير ليا سلسله كتكلم فيها على الحياه ديال الشعب المغربي، على المعاناه، على داك الشيء اللي على الواقع المغربي، باش نحس بيك، باش انا ملي كنتفرج فيك نعيش معاك، باش انت كتمثل لي واحد الواقع بعيد، واحد الواقع ما كاينش في المغرب، قليل كتمثل لي الواقع البرجوازي، ديروا مسلسلات فيهم زعما فيلات لا خصكم نمثلوا لنا الواقع، نمثلوا في الكريانات. بركه من الحموضيه، بركه ما تضحكوا علينا، ديروا برامج دينيه، برامج كتناقش الافكار، كتناقش القضايا السياسيه والاجتماعيه. السلام عليكم.